مهما نعمل البطاطا بطرق كتيرة ومتعددة وبنغير وبنعمل برضو كده، وانتي ماشية في الشارع بتجذبك ريحة البطاطا بتاع الراجل اللي واقف في الشارع. بطاطة العربيات بتجذبنا كده، وما بتقدريش تقاوميها بصراحة. النهاردة بقى عملناها في البيت وطالعة دايبة وسايحة وجميلة جميلة جميلة، ومكرملة كمان وكمان. هنديها الريحة بتاعة البطاطا اللي هي بتاعت العربية. هنحاول على قد ما نقدر نوصل للطريقة وللريحة وللطعم. تعالوا كده نشوف الطريقة سهلة جدا جدا. يلا كده نصلي على سيدنا محمد ونبدأ في الطريقة على طول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي ويا سيدي يا رسول الله. هاتي كده البطاطا بالحجم اللي يعجبك، اي حجم عندك. انا نقيت الكبيرة قدامك اهو، عشان خاطر هتشوفوها في الاخر مستوية ودايبة عاملة ازاي. ونقيت الصغيرة عملتها في الفرن. اهم حاجة هاتي طاسة ما تكونش بتلزق، عشان خاطر ما تروحيش تعمليها في اي حاجة عندك، صينية او طاسة ألمونيا هتلزق منك وهتبوظ وهتبهدلك وتقعدي تغسلي فيها يعني. فبلاش نختصر، انا بقولك كده الموضوع من اوله. بلاش يا حبيبتي، حطيها كده في حاجة طاسة ما تكونش بتلزق، وامشي على الخطوات واحدة واحدة. بعد ما جبت طاسة حطيتها على النار ونزلت فتحت كده البطاطا من الجنب ونزلت على حطيتها في الطاسة، ونزلت عليها بنص كوباية مية لحد ما البطاطا تبدأ تنزل المية بتاعتها. وبعد كده حطيت معلقة سكر. لو مش عايزة الخطوة دي ما تعملهاش. حطيت معلقة سكر عليها نص معلقة قرفة ورشتهم على البطاطا. بس هي اللقطة دي اتمسحت عندي، بس هي بصراحة حلوة جدا جدا بجد. القرفة مع السكر مديها طعم حلو جدا للبطاطا. معلقة سكر على معلقة، نص معلقة قرفة، وحطيها. حطيها على البطاطا وغطي بقى. اول ما تلاقي البطاطا بدأت تطلع بخار كده شديد والمية اللي فيها اللي تحتيها تغلي، وطي وسيبيها كده. وما تسيبيهاش وتنسيها، روحي وتعالي عليها. تعالي كده. حطيت بقية البطاطا كلها بالطريقة اللي انا بعملها على طول المعتادة بتاعتي. حطيتها في الفرن، وبعد كده حطيتها في صينية الفرن، وبعد كده غطيتها زي ما انتوا شايفين. كتمت البخار بتاعها خالص، وبعد كده دخلتها الفرن. الطريقتين حلوين بصراحة. شايفين البطاطا هنا استوت معايا، رايحة جاية ببص عليها. ما تسيبيهاش هنا كده، البطاطا استوت. ما تسيبيهاش عشان ما تلزقش منك. اول ما بتبدا تنزل العسل بتاعها بعدها على طول، لو ما خدتيش بالك ممكن تتحرق. انت عايزاها مكرمله وجميله ومستويه وناعمه ودايبه اهي. بصي انا نقيت اقدم حاجه عندي سويت فيها البطاطا، عشان خاطر انا مش متعوده اعملها بالطريقه دي. فانا بصراحه قلت انا هجربها وهقول لكم هقول لكم المميزات والعيوب. والله يا بنات طعمها جميل، طعمها حلو. دي الطريقه في الفرن انا بعملها على طول على طول. بحطها كده وبغطيها وادخلها الفرن، بتطلع دايبه وجميله وما فيهاش اي حاجه. عايزه تحطي عليها فحم وتغطيها بعد كده، بتاخد الريحه فعلا كانك شاريها من الشارع. طيب تعالي نرجع للطريقه بتاعتنا الاساسيه. انا حطيت بعد ما البطاطا استوت معايا حطيت فحمايه وغطيتها. بالنسبه للي هي على الطاسه، هتديكي نفس الطعم بتاعت الشارع بالظبط. جميلة جميلة جميلة. إيه بصراحة عجبتني عجبتني عجبتني. سواها حلو جدا، بس اهم حاجة وطي عليها وروحي وتعالي عليها. لو لقيتي المية نشفت تحتها خالص خالص وهي لسه ما استوتش، حطي عليها شوية مية. يعني حطي، خلي جنبك كده نص كوباية مية وروحي وتعالي عليها. حطي شوية بشوية صغيرين، ما تنزليش بالمية كلها مرة واحدة، شوية بشوية صغيرين. وفي الاخر سيبيها بقى بعد ما تستوي خالص، سيبيها تتكرمل كده مع نفسها بالسكر اللي بينزل منها على السكر اللي احنا حاطينه. وسيبيها تتكرمل دقيقتين تلاتة. هتلاقيها شايفة انا مش عارفة امسكها من كتر ما هي مستوية، وانا سبتها بقى في الاخر استوت مني قوي قوي. فعلا جميلة جدا. القرفة مديها طعم حلو قوي. شايفين مستوية. انا نقيت اكبر حبات من البطاطا وسويتها. الصغيرة مش هتاخد وقت كده. والله جميلة. الكبيرة ما خدتش برضو وقت معايا قوي يعني. يعني تقريبا نفس المعدل اللي هي بتاعة الفرن. بس المهم النتيجة حلوة وجميلة ومستوية دايبة عاملة زي الزبدة. وبصراحة القرفة مع السكر مع الفحم ادها طعم حلو وريحة جدا. وريحة كأنك كده شارياها من بره. قدمناها بقى بالشكل ده وفتحتها لكم اهي من النص، ما فيهاش اي حاجه، مستويه ومكرمله. وبجد بجد جربوها جربوها، بس في حاجه ما تكونش بتلزق. شوفي حاجه كده تكون يعني يعني اقدم طاسه عندك ما تكونش بتلزق، حطي فيها وجربي عشان خاطر
يبقى انت جربتي بنفسك. حطي لايك للفيديو ده. البطاطا بقى في السقعة، البطاطا في السقعة. حطي لايك للفيديو الجامد ده واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش. لايك يا بنات، البطاطا حلوة، البطاطا هتدفيكوا، وهي مفيدة، من الحاجات المفيدة جدا جدا، ومش غالية، ومالية السوق. يعني حاجة مفيدة. نخلي عينينا كده مفتحة على الحاجات المفيدة اللي حوالينا، الرخيصة البسيطة اللي هي مالية السوق. حاجات هتديكوا كده طاقة. زودوا الحاجات دي في ايام الامتحانات على قد ما تقدروا. وباذن الله باذن الله هتعجبكم. جربوا طريقة البطاطا دي، هي مش طريقتي ومش مخترعاها، هي يعني بصراحة انا حبيت اعملها واجربها بنفسي واقول لكم بكل امانة اذا كانت الطريقة دي ناجحة ولا مش ناجحة. يعني بصراحة هقول لكم، اهم حاجة اهم حاجة ما تكونش حاجة بتلزق. لو حطيتوها في اي حاجة غير التيفال او الجرانيت او الحاجات اللي احنا عارفينها دي، لا هتبوظ معاكي وهتبهدلك الحاجة اللي انت هتعمليها. السلام عليكم.